عاوزين نسرق ناخد مصنعين ثلاثه في في العاشر من رمضان مثلا. ايوه. فيطلعوا اشاعه ان المصنعين بيخسروا ومصنعين مش عارف ايه وعلينا بالزياده وعايزين نخصصهم ونبيعهم والحكايه والروايه. هيشوفوا الناس هتعمل ايه. والله الناس طلعت وقالت وعملت مظاهرات وفي دوشه وفي موظفين عملوا وبتاع. لا يبقى دي كانت اشاعه وايه وعدت. طب الناس سكتت، بكره الصبح يتباعوا. هو ده اللي داير في البلد دي. عصابات في كل مكان، بس يرأسهم رئيسهم المجلس العسكري اللي هم القيادات. ما بنقولش الجيش، احنا الجيش. وعشان كده يا محمد احنا لازم نجد حلول. الموضوع كل الناس بقت عارفه الكلام ده يا محمد، ومعظم الناس فهمت الكلام ده، وحتى الجاهل بقى عارف النظام ده رايح فين. وعشان كده احنا بنفتح البثات ديت عشان نجد حلول فعليه، وان يا رب. احنا نوحد يا رب. الصف حاليا دلوقتي يا محمد. على العموم، على العموم، تفاءلوا خير وان شاء الله هتسمعوا من العبد لله سمع خير باذن الله. ربنا يبارك فيك يا محمد، وربنا يديك الصحه، وحافظ على نفسك. ويعني هنقول لك ايه، ربنا لا انا يخرجنا من الدنيا دي على انا خير. انا نفسي خلاص يا استاذي، معلش انا اسف. انا بالنسبه لي انا نفسي خلاص. فانا نفسي خلاص انا نازل ميدان التحرير بكره، وفي بث مباشر مني بكره في ميدان التحرير. انا ما عنديش تاني يعني. انا بالنسبه لي انا بقولها عامه للدنيا كلها، وكل واحد النهارده هكلمه اقول له عندي بس. واللي هيجي لي على بابي انا قاعد في شقتي. يعني انا قاعد في شقتي، اللي هيجي لي على بابي ما عنديش غير البنزين فيه واولع فيه وحاطط لهم سافوريا ورايا وموس جنبيه. يعني انا بقالي انا حياتي راحت. يعني فمش مستاهله. انا من 2011 يا بيه. انا بالنسبه لي بقى انا من 2011 بحارب في منظومه زباله. خش حضرتك عندي في صفحتي هتلاقي الاف، عارف الالاف الاف الاف البوستات اللي انا منزلها. كان زماني النهارده ملياردير. ملياردير بمعنى كلمه ملياردير. ليه؟ انا بحارب في كلمه الحق. بحارب على منظومه فاسده بنت كلب وسخه بتاكل من دم الشعب ده. اصول الشعب ده ما يبقاش كده ابدا. اصول البلد دي تبقى ليها قيمه وليها وزن وليها كلمه على مستوى العالم العربي كله والعالم الاوروبي كله ياخد كلمته منك انت من عندك.